الشيخ فركوس حافظه الله على طاعته ويثبته ربنا على الحق. ما انا بقول لك الايام دي والثبات ده مهم جدا. ما تعرفش بقى تلاقي الحق سبحانه وتعالى تقليب القلوب، لكن ظننا به ان شاء الله عز وجل ونحسبه والله حسيبه ان هو من اهل المنهج، من اهل التوحيد ومنهج السلف الصحيح. هذا الشخص هو وحده على نفس المنهج ده قادر على أن يسقط الإخوان مش بس في الجزائر، في العالم كله. لو انتبه الناس في الجزائر إلى كلامه أو أتيحت له الفرصة بحيث أن يطلع على الإيه أو يبقى مسؤول هناك على أو يمسك مثلا رئيس بوتفليقة، وزير الأوقاف أو شؤون، أو يبقى استشاري لرئيس بوتفليقة. نعم. ده كافي بأنه هو يسقط الإخوان، يدخل الإخوان في جحورهم.